تخيل معاي إن في بيت شكله عادي من برا، بس من داخله كان يطبخ. حكاية لو تنقال بصوت عالي تهز حي كامل. بيت كان يلم ناس تحت سقف واحد، بس القلوب في كل واحده في اتجاه. وبيت كان مفروض يكون أمان، لكنه صار ساحة شد وجذب ما بين كلمة وكلمة، وما بين قرار وقرار. الناس دايماً تحب تحكم من بعيد، تقول فلانة غلطانة وفلان مظلوم. بس في قصتنا الوضع مو أبيض وأسود، الوضع كان ألوانه متداخلة، وكل لون كان يجر وراه حكاية. لين وصلنا ليوم ما كان أحد يتوقعه، يوم خلى الدم يبرد وخلى الصوت يختفي وخلى كلمة وحده تغير مصير كامل. القصة مو بس عن زعل، ولا بس عن وحدة تغار، ولا حتى عن مشاكل زوجية عادية. لا، هذه سالفة سيطرة وصراع نفوس، سالفة بيت انبنى على فكرة إن القرار يكون بيد شخص واحد والباقي يسكت ويطيع، لين صار السكوت نفسه مشكلة. نرجع بالبداية شوي، في سنة 2007 في كفر هادي من كفور الشرقية كان يعيش شاب اسمه محمود، عمره 27 سنة. شاب مو معروف عنه صوت عالي ولا مشاكل، بالعكس كان معروف بالهدوء الزايد، يشتغل ويسكت ويرجع البيت ويسكت أكثر. أبوه توفى وخلاله بيت كبير ب3 أدوار، وخلاله حصة في أرض زراعية، وخلاله أم وأخت، وكلهم صاروا تحت مسؤولية بعض. بس عملياً البيت صار له نظام خاص، نظام ما يمشي إلا برضا الأم وموافقة الأخت. من أول ما الأب غاب الأم مسكت زمام كل شيء، مو لأنها تحب السيطرة وبس، لكن لأنها شافت نفسها الحارس الأول على البيت وعلى عيالها. بس مع الوقت الحماية صارت قرارات، والقرارات صارت أوامر، والأوامر صارت واقع لازم يمشي عليه الكل. الأم كانت ساكنة في الدور الأول، والأخت في الدور الثاني، ومحمود المفروض يكون له الدور الثالث بعد ما يتزوج. بس حتى هالشي ما كان يتحرك إلا بموافقة جماعية، كأن البيت شركة صغيرة وكل شي فيه يحتاج توقيع. العلاقة بين محمود وأخته كانت قوية بشكل ملفت، لدرجة إن أي خطوة يفكر فيها لازم تسمعها قبل لا يسويها، وإذا قالت لا خلاص الموضوع يقفل. ما كان يرد عليها ولا يعارض، كان دايما يقول أهم شي راحتكم، أنا ما أبي مشاكل. بس الهدوء الزايد أحياناً مو حكمة، أحياناً يكون هروب. محمود حاول أكثر من مرة يمشي بطريق مختلف عن الزراعة اللي كانت عائلته متعودة عليها. دخل مجال الدراسة، حاول تمريض، لكن ما كمل وما كتب له النجاح، فاضطر يشتغل في صيدلية معروفة في القرية، شغل بسيط، راتب ثابت، حياة مستقرة من برا. بس داخلياً كان في شيء ناقص، يمكن طموح، يمكن قرار ما أخده بنفسه. الناس في البلد كانوا يشوفونه عريس لقطة، شاب وهادي محترم ومعاه بيت وورث، يعني بالنسبة لهم الصورة كاملة. أي بنت كانت تسمع اسمه تحس الموضوع مغري، لأنه من برا كان كل شي جاهز. لين يوم من الأيام عينه وقعت على بنت الجيران، فاطمة. فاطمة كانت مختلفة، جمالها واضح، مو بس شكل، لكن حضورها كان ملفت، تمشي كأنها تعرف وين رايحة. ما كانت بنت صاخبة، لكنها كانت ذكية، تعرف متى تسكت ومتى تبتسم، وأهلها ناس معروفين بالطيبة. محمود قال حق نفسه هذه اللي أبيها. قرار الخطبة ما أخذ وقت، موضوع انحسم بسرعة، والأم والأخت ما اعترضوا، بالعكس بدوا تجهيز البيت، فرشوا، عدلوا، جهزوا الدور، كل شي صار كأنه مشروع جماعي. لكن فاطمة ما كان لها رأي حقيقي في التفاصيل، كل شي كان يتجهز على ذوق البيت مو على ذوقها. فاطمة من أول يوم دخلت البيت حست إن في نظام غير معلن، نظام يقول هذا بيتنا وإنتي ضيفة حتى لو كنتي زوجة. كانت ساكتة بالبداية، مو ضعف، لكن كانت تراقب، تفهم، تحسب خطواتها، وتقول لنفسها الصبر مو هزيمة، الصبر خطة. بس اللي ما كانت تعرفه إنه مفاتيح البيت كلها تقريباً بيد الأم والأخت.
خصوصياتها مو بأمان كامل، ودخول وخروج صار طبيعي عندهم، كأنها هي اللي لازم تستأذن. بعد أقل من سنة بدأت الضغوط تكبر، ملاحظات، تدخلات، نقاشات صغيرة تتحول لكلمات أكبر، وفاطمة كل يوم كانت تحاول تبتلع، لين حست إنه البيت ما عاد يعطيها مساحة تتنفس. ومع إن الله رزقهم بولد وحست إنها أخيراً ثبتت مكانها، إلا إن السيطرة ما خفت. حتى تربية الطفل دخلت في دائرة القرار الجماعي. كانت تقول لمحمود بهدوء: ليش ما نعيش بروحنا؟ نبي شقة بعيد، نبدأ صفحة جديدة. ويرد عليها بنفس البرود المعتاد: لا تفتحين مواضيع، خلينا ماشيين جنب الحيط، ما أبي مشاكل. وتكرر عليه فكرة بيع البيت أو حتى استغلال الأرض بمشروع خاص، لكن كل مرة الرد يجي من فوق، من الأم والأخت، بالرفض القاطع: بيت أبوك ما ينباع، هالأرض تبقى مثل ما هي. مع الوقت فاطمة بدأت تحس إنها عايشة داخل بيت مو بيتها، وإنه صوتها ما له وزن، وإنها مهما حاولت ما تقدر تغير المعادلة. لين سنة 2011 التوتر صار واضح، الكلام قل والمسافة زادت، والهدوء اللي كان يفتخر فيه محمود صار صمت ثقيل. وفي يوم بدون مقدمات قالها جملة قصيرة كسرت كل شيء: نبي نوقف هنا. الطلاق ما كان لحظة غضب، كان نتيجة تراكم طويل، تراكم كلام انقال في الكواليس وهمسات وتحذيرات، لين اقتنع إنه الحل الأسهل هو الإنهاء. فاطمة ما انهارت قدامهم، بالعكس قالت: إذا هذا قرارك أنا أقدر أبداً من جديد. لكن الصدمة الحقيقية كانت بعد الطلاق، لما عرفت إنه الشقة اللي عاشت فيها كل هالفترة انكتبت باسم حماتها، يعني ما عندها حق فيها ولا لها مكان قانوني يرجعها، وحتى ابنها صار بعيد عن مساحة كانت تعتبرها بيتها. وهني النار ما صارت بس نار زعل، النار تحولت لقرار، وقرار ما في رجعة. فاطمة ما كانت من النوع اللي يصرخ أو يشتكي، بس هالمرة كان داخلها شي غير، إحساس إنه السكوت طول وايد، وإن الوقت اللي راحت فيه ما يرجع. فقالت لنفسها بهدوء بارد: إذا ما جبت حقي بكلام بجيبه بطريقة تخلي اللي ظلموني يعرفون معنى الخسارة. مو كل واحد يجرحك يستاهل دموعك، أحياناً يستاهل درس ما ينساه. مرت الشهور والبيت كأنه مكمل حياته بشكل طبيعي، الناس تشوف من برا هدوء، بس من داخل كل واحد يحسب حسابه. وبعد حوالي 6 شهور محمود قرر يتزوج مرة ثانية، والمرة هذه من إلهام، مطلقة ساكنة بنفس المنطقة وتعرف كل شي يدور حوالين البيت من كلام الناس. إلهام من أول لحظة دخلت الصورة ما كانت داخلة بقلب أبيض، كانت شايفة الموضوع فرصة، رجل معاه بيت وورث وسمعة محترمة، يعني باختصار باب يفتح لها مستقبل ما كان ببالها تلاقيه بهالسهولة. كانت ذكية، تعرف شلون تبتسم بوقت الصح، وشلون تقرب من الأم والأخت، تجيب لهم هدايا بسيطة، كلمات ناعمة، اهتمام مبالغ فيه، كأنها تقول لهم أنا منكم وفيكم. وخلال فترة قصيرة قدرت تكسبهم، خصوصاً إنها ما كانت تعترض على تدخلاتهم، كانت تسمع وتسكت، بس داخلها كانت تحسب. ولما بدأت تشوف إنها عندها مشكلة في موضوع الإنجاب، الخطر بدأ يدخل راسها، لأنه داخل هالبيت الولد مو بس ولد، الولد هو الورقة اللي تثبت وجودك. بدون طفل تحس إنك معلقة، لا ضمان، لا ورث، ولا حتى كلمة حنان تضمن مكانك. وفي نفس الوقت فاطمة كانت تتحرك بصمت، ما كانت قاعدة تبكي على الأطلال، كانت تراقب كل شي حولها، صار عنده حساب. إلهام صارت بالنسبة لها مو مجرد زوجة ثانية، صارت مفتاح ممكن ينفتح منه باب البيت من الداخل. وصلنا سنة 2014، فاطمة كانت عارفة تفاصيل حياة إلهام أكثر من إلهام نفسها، تعرف متى تنزل السوق، متى تروح، متى ترجع، حتى الروتين اليومي مسجل في بالها كأنه جدول عمليات. وفي يوم وقفتها عند أول الشارع وقالت لها بهدوء:
نقعد شوي، مو أبي منك شي، بس ربع ساعة بس، وإذا ما عجبك الكلام اعتبريه ما صار. إلهام وافق، الفضول أكلها. قعدوا بمكان بعيد عن العيون، وفاطمة فتحت كل شي، مو بصوت عالي لكن بكلام مرتب، تفاصيل مظالم، تدخلات، الشقة اللي انكتبت باسم الحماة، الإحساس إنها انمسحت من حياتها وإنها طلعت من الزواج بدون بيت وبدون سند. إلهام كانت تسمع وملامحها تتغير شوي شوي، مو لأنها متعاطفة، لكن لأنها بدأت تفهم إن اللي قدامها مو ضعيفة، بالعكس قاعدة تخطط. فاطمة قالت لها بنبرة ثابتة: أنا عندي حل، بس ما أقول شيء لين أضمن إنك معاي قلباً وقالباً. إلهام رجعت بيتها وراسها يشتغل، حست إنه فاطمة مو قاعدة تبيع كلام، وحست لو كملت بهالزواج بدون خطة ممكن تخرج منه صفر اليدين. ثاني يوم أرسلت لها رسالة قصيرة: أنا جاهزة، قولي لي شنو المطلوب. من هني بدأت الخطة. الخطة ما كانت بسيطة، كانت متدرجة، كل خطوة محسوبة. أول شي مشكلة مفتعلة مع الجيران، اتهام بموضوع بسيط بس يكفي يخلي سمعة محمود تهتز ويخليه يدخل بنزاع قدام الناس. الهدف مو المشكلة نفسها، الهدف تشويه الصورة عشان لما يصير شي أكبر الناس ما تستغرب. ثاني شي موضوع السم. إلهام لعبت دور الزوجة المهتمة وقالت إنها تعبانة وتبي شي يقويها، وبهالطريقة صار عندها وصول لشي خطير. محمود بحكم شغله في الصيدلية كان يثق بنفسه ويثق إنه اللي حوله ما يغدرون، كان سهل جداً إنها توصل للتركيبة، خصوصاً إنه صاحب الصيدلية ما شك فيه. الثقة كانت أكبر من اللازم، لكن الخطة ما كانت تنفذ إلا بإشارة. فاطمة قالت لها بوضوح: لا تستعجلين، يوم التنفيذ أنا محدده. اليوم المختار كان مدروس. أخت محمود كانت مسافرة تزور قرايبهم، والأم كبيرة بالعمر، مو مركزة بكل التفاصيل، يعني البيت شبه فاضي. إلهام قامت بدري مثل كل يوم، حضرت الفطور، جهزت العصير، بس هالمرة العصير كان مختلف. كانت ملامحها طبيعية جدا، تضحك تسولف كأنه اليوم عادي. قدمت له العصير وشرب، وبعد فترة قصيرة بدأ يحس بدوخة. قال لها: أحس رأسي يلف، بروح أرتاح شوي. ما كان في باله أي شك. بعد ساعة انتهى كل شيء. إلهام ما انهارت، لفت الجثة بسجادة وخلتها بنص الصالة كأنها تمثيل مسرحي مرتب. بعدها لبست طرحه، شالت شنطة السوق ونزلت عشان تكمل الدور قدام الجيران. كانت ناوية تطلع للسوق وتبين إن حياتها طبيعية، بس وهي نازلة السلم واجهتها أخت محمود: وين رايحة؟ مو متفقين تسافرون؟ وين محمود؟ إلهام ارتبكت لحظة، بس تمالكت نفسها وقالت: كان تعبان، قلت أجيب له شي خفيف وأرجع. الأخت ما اقتنعت، خصوصاً إنها كانت شاكة من زمان. طلعت بسرعة للدور الثالث، ومع أول ما فتحت الباب وشافت السجادة ملفوفة قلبها طاح. فتحتها وصرخت، البلد كلها سمعت الصوت، الناس طلعت، البيت انقلب، الشرطة وصلت بسرعة. إلهام أول ما خرجت كانت تتكلم بالموبايل مع فاطمة، وملامحها تقول إنه كل شي ماشي حسب الخطة. لكن بعد مكالمة ثانية كل شي تغير، لأنه الصرخة وصلت للشارع، وأخت محمود كشفت الحقيقة. إلهام لما حاولت ترجع كان متأخر، رجال الأمن كانوا سبقوها، والناس بدأت تلاحظ توترها، كلامها المتلخبط، نظراتها اللي ما تركز، وحتى لبسها اللي فجأة صار مو طبيعي. الشارع ما يرحم، وإذا انكشف سر البلد كلها تصير عدسة مكبرة. إلهام حاولت تقول: كان تعبان، أنا مالي شغل، بس صوتها كان يرتجف ورجولها ما كانت ثابتة. اللي صار بهاليوم
ما كان مجرد جريمة، كان سقوط خطة كاملة وخروج نار كانت قاعدة تنطبخ بهدوء. بعد نص ساعة من اكتشاف الجريمة، المكان ما كان هادي، كان مثل خلية نحل مفزوعة. والاسمين اللي طلعوا أول ما بدأت التحريات ما كانوا مفاجأة للناس قد ما كانوا صدمة رسمية: إلهام وفاطمة. إلهام أول ما انقال اسمها قدام الضباط ما انهارت فوراً، بالعكس رفعت صوتها، بدأت تصرخ، تبكي وتمثل دور الست اللي انكسرت حياتها فجأة، وتردد نفس الجملة اللي تتقال دايماً بهالمواقف: أنا كنت أحبه، مستحيل أذيه. بس ضباط المباحث ما كانوا من النوع اللي يصدقون أول دمعة، كانوا يراقبون التفاصيل، نظراتها، طريقة تنفسها، ارتباكها لما أحد يقرب منها، وحتى هدوءها قبل لحظة الصراخ. اللي كان واضح إنه المشهد مو طبيعي، كأنها كانت عارفة شنو بيصير من قبل. من أول ما الناس بدأت تتكلم القصة توسعت. أهل الكفر تذكروا إنه إلهام كانت قاعدة مع فاطمة من أيام قليلة، وإنهم كانوا يتكلمون كتير، وإن بعدها سلوك إلهام تغير بشكل ملحوظ. الشك ما يطلع فجأة، الشك يتكون. إلهام ظلت متمسكة بروايتها: ما صار شي، هو كان تعبان، أنا بس طلعت أجيب له أكل. ولما سألوها عن السجادة قالت إنها ما تعرف شي عنها. لكن أول ما بدأوا يواجهونها بالأدلة ملامحها تغيرت، مو بس صوتها، حتى طريقة وقفتها صارت مختلفة. الضابطة سألتها مباشرة: أنت طلبتي منه سم الفيران؟ سكتت. جابهولك؟ سكتت مرة ثانية. استخدمتيه؟ هني ما كان عندها جواب. وفي هالوقت فاطمة كانت تتحرك بهدوء، تحاول تبعد عن الأنظار، تغير مكانها، تختفي شوي، لكن اسمها صار يتردد بكل جلسة تحقيق. الشرطة بدأت تسأل نفسها سؤال أكبر من الجريمة نفسها: شلون جريمة بهالدقة تصير بهالشكل؟ هل إلهام تقدر تخطط وحدها لهالأسلوب؟ مين علمها ومين كان يوجهها؟ كل الطرق كانت ترجع لنقطة واحدة: وجود فاطمة بالخلفية. لما وصلوا لمسرح الجريمة السجادة كانت واضحة في نص الصالة، ملفوفة بعناية والجثة بداخلها. من أول نظرة كان واضح إن الوفاة ما فيها آثار عنف، ما في مقاومة واضحة، ما في ضرب، ما في اشتباك. المعمل الجنائي اشتغل بسرعة، والطب الشرعي فحص كل شيء بدقة. التقرير كان واضح: الوفاة نتيجة تسمم حاد بمادة سامة، والجرعة كانت كافية لإنهاء حياة شخص بالغ خلال وقت قصير جداً. ما في طعن، ما في إطلاق نار، ما في أثر اعتداء جسدي. الجريمة تمت بالهدوء الكامل. الكوب اللي كان على الطاولة كان فيه بقايا المادة نفسها، والبصمات اللي عليه كانت للهام. السجادة نفسها كانت متأثرة ببقايا تقيؤ، يعني الضحية حاول يقاوم السم لكن جسمه انهار بسرعة. ولما فتحوا موبايل محمود اكتشفوا إنه فعلاً استلم رسائل تطلب منه يجيب المادة، وكان يتعامل مع الموضوع على إنه شيء بسيط مرتبط باسم فئران. الثقة كانت موجودة، والنية الخبيثة كانت مستخبية. التحقيق ما وقف هنا، سجل المكالمات انكشف، وطلع إن إلهام كانت تتواصل مع رقم غريب، ورقم فاطمة كان موجود لكن باسم مستعار. لما حللوا التسجيلات الصوتية الصدمة كانت أقوى. كان في توجيه، كان في متابعة، كان في كلام يدل إن الموضوع مش مجرد نزاع زوجي، بل خطة تمشي خطوة خطوة. أول ما واجهوا فاطمة كانت هادئة بشكل يخوف، ما صرخت، ما حاولت تبكي، قالت بهدوء: أنا كنت أبي حقي، حق ابني. وأضافت إن البيت انكتب باسم الأم، وإن الشقة راحت، وإن الورث كان معرض يضيع. الكلام كشف إن دافعها الأساسي مو رجوع محمود، بل رجوع الحقوق اللي كانت تشوفها تخص ولدها.
كانت شايفة إنه كل شيء انسحب منها باسم النظام العائلي. بس الصورة ما كانت كاملة بدون إلهام. إلهام من جهتها كانت داخلة الزواج عشان تطلع منه بمكسب، شقة، استقرار، عيال. لما اكتشفت إنها يمكن ما تقدر تخلف، الخوف تحول لطمع، والطمع تحول لغل، والغل صار نار داخلية. بيت كله نسوان، تحكم، قرارات من غير صوتها، ضغط يومي، نظرات شك. كل هذه الأشياء كانت تضغط عليها لدرجة إنها صارت مستعدة تمشي بأي طريق عشان تثبت وجودها. يعني الحقيقة كانت مؤلمة، ما كانت جريمة بسبب سبب واحد، كانت نتيجة صراع بين طمعين مختلفين، كل واحدة شايفة إنها تدافع عن حقها، لكن النتيجة كانت إنه رجل واحد دفع الثمن. مع كل جلسة تحقيق الصورة كانت تتضح أكثر. إلهام ما كانت مجرد منفذة، وفاطمة ما كانت مجرد موجهة عابرة. كان في تنسيق، كان في اتفاق، وكان في لحظة قرروا فيها إنه الحل يكون قاطع. لكن السؤال اللي ظل معلق في البلد كلها كان واحد: مين فيهم كان الشرارة الأولى؟ ومين فيهم كان النار اللي كملت الاشتعال؟ الحقيقة اللي طلعت بعدين كانت أثقل من أي كلمة انقالت قبل. مو لأنهم كانوا يحبون محمود، لا، ولا لأنهم كانوا متفقين عليه كشخص. اللي جمعهم فعلياً كان شيء تاني: كره قديم متراكم، غضب مكبوت، وإحساس إنهم مظلومين في بيت ما عطاهم مساحة يعيشون فيه بكرامة. بس الغريب، ولا واحدة فيهم كانت ناوية تضغط الزر بروحها. كل واحدة كانت تبغي الثانية تتحرك أول. كل واحدة كانت تقول في نفسها: إذا هي سوتها أنا أستفيد. الدافع ما كان بس طمع، كان خوف. خوف إنه الزواج يخلص بدون مكسب، خوف إنه كل شي يضيع، وخوف أكبر من إنهم يطلعون من اللعبة صفر. ولما تجمعت النوايا النتيجة كانت كارثية. بعد ما أكملت الأدلة صار اسم فاطمة رسمي في أوراق القضية. رجال الأمن تحركوا بسرعة وانمسكت في بيت أهلها بهدوء بدون مقاومة. أول ما دخلت التحقيق كانت باردة بشكل يلفت النظر، ردودها قصيرة، عيونها ثابتة، كأنها حاطة جدار بينها وبين أي سؤال. لكن لما جابوا سيرة ابنها انكسر الجدار. صوتها تغير وقالت وهي ترتجف: أنا ما كنت أبي أموت أحد، بس أنا انجريت خطوة خطوة. ما أنكرت، ما حاولت تلف وتدور، بل بالعكس بدت تحكي من البداية شلون تعرفت على إلهام، وشلون حست إنهم الاثنين داخلين بنفس الدوامة، نفس الجرح، نفس الرغبة في إثبات الذات. وقالت بوضوح: كنت أبي حقي، بس كنت خايفة. أما إلهام، اعترافها كان مختلف. ما كانت تبكي، ما كانت تصرخ، كانت تتكلم بهدوء يخوف أكثر من الصراخ. وقالت للضابط بكل بساطة: أنا حطيت السم بنفسي في العصير، ولما مات لفيته بالسجادة. وسألها: ليش؟ جاوبت بكلمة واحدة: عشان أخلص. وأكملت إنها من أول يوم شافت البيت حست إنه سجن مو بيت، وحست إنه وجود محمود بحياتها كان خطأ. وقالت إنها كانت تسمع صوت داخلها يضغط عليها يقول لها إن هذه فرصتها الأخيرة. الاعتراف كان كامل، واضح، بدون لف. ولما عرضوا القضية على مختصين في علم النفس قالوا إنه الموضوع ما كان لحظة غضب، كان تراكم سنين: ضغط نفسي، إحساس بالتحكم، فقدان الأمان، وربط قيمة المرأة بالخلفة وبالبيت. فاطمة كانت تحاول تسترد حق تشوف لها ولولدها، والهام كانت تحاول تثبت وجودها في بيت ما حسسها بالأمان. بس الاثنين دخلوا علاقة مو عشان حب، دخلوا عشان ضمان. ولما الضمان انهار الغضب تحول لفعل،
والفعل تحول لجريمة، والبيت نفسه كان جزء من القصة. بيت مليان تحكم، تدخل، سيطرة يومية. شايفة ابنها تحت إدارتها، وأخت تعتبر نفسها صاحبة القرار، وأي زوجة جديدة تعتبر تهديد لازم يتوقف. المجتمع بعد كان له دور، مجتمع يقيس قيمة المرأة بزواجها وخلفتها، ويعتبر طلبها للكرامة دلع، ويشوف تدخل الأهل شيء طبيعي. النتيجة ضغط فوق ضغط، لين صار الانفجار. المحكمة بعدها أخذت مجراها، الجلسات تعددت، الدفاع حاول يركز على الظروف النفسية، لكن الحكم كان واضح. صدر القرار النهائي، الإدانة بتهمة القتل العمد واستخدام مادة سامة. القضية انقفلت قانونياً، لكن الوجع ما انقفل في بيوت وايد، لأنه هالقصة ما كانت بس عن جريمة، كانت عن بيت فقد الأمان، وعن علاقة ما قامت على وضوح، وعن سكوت طويل تحول لغضب. وفي النهاية السؤال اللي يظل مفتوح، لو كنت مكانهم كنت بتختار الحوار ولا كنت بتوصل لنفس النقطة؟ وهل أي ظلم يبرر إن نرده بالسم؟ القصص اللي جدي تعلمنا إن السكوت أحياناً خطر، بس الانتقام أخطر. إذا وصلت لهوني معناها كنت تبي تعرف الحقيقة كاملة. لا تنسى تدعمنا بلايك واشترك في القناة عشان توصلك القصص الجاية أول بأول، واكتب لنا بالتعليقات رأيك، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.